في يوم 14 أمشير سنة 1742 للشهداء، الكنيسة كانت بتفتكر لحظة وداع راجل عاش حياته كلها نار للإيمان. النهاردة بنحكي حكاية نياحة القديس ساويرس الأنطاكي بطريرك أنطاكيا. القصة بدأت سنة 175 للشهداء، يعني 459 ميلاديا، في مدينة اسمها سوزو بوديس في آسيا الصغرى. وفي مصادر قالت إنه اتولد في أثينا. اتولد طفل أهله ربوه تربية مسيحية قوية، علموه يحب ربنا، وفي نفس الوقت فتحوا قدامه أبواب العلم. كبر ساويرس، ذكاؤه كان واضح جدا. راح الإسكندرية مدينة العلم والنور، وقعد يدرس الفلسفة لحد ما بقى اسمه يتقال بين الكبار. الناس كانت بتقول الولد ده مستقبله كبير قوي، لكن هو ما اكتفاش بكده، سافر بيروت علشان يدرس القانون، وهناك أثبت إنه عبقري بجد. الكل كان شايف قدامه مجد أرض كبير، لكن قلبه كان بيدور على حاجة أغلى، كان بيدور على ربنا. كبرت حياته الروحية، وفي يوم ناسك بصله وقال له الشاب ده هيبقى بطريرك أنطاكيا، وهيبقى معلم للأرثوذكسية ومدافع عنها. الكلام وقتها كان صعب يتصدق، لكن ربنا كان بيرسم خطة. قرر ساويرس يسيب الدنيا، دخل دير القديس رومانوس، لبس ثوب الرهبنة، وعاش صلاة وصوم وهدوء. لكن نوره ما استخباش، علمه وفضايله انتشروا. ولما بطريرك أنطاكيا تنيح، الأساقفة والشعب كلهم اختاروا اسم واحد، ساويرس. وسنة 512 ميلاديا اتنصب بطريرك على أنطاكيا، والكنيسة فعلا نورت بتعليمه، وكلامه وصل لكل المسكونة. لكن الامتحان كان جاي لما مسك الحكم الإمبراطور يوستنيانوس الأول، وكان متمسك بعقيدة مجمع الخلقدونية. استدعى ساويرس، استقبله بإكرام كبير، كلام حلو، تقدير، محاولات إقناع، وافقنا وخليك معانا. لكن ساويرس كان جبل، ما خافش ما ساومش، تمسك بعقيدته الأرثوذكسية. الإمبراطور غضب والخطر كبر. ساويرس خرج سرا وترك كرسيه وجاء إلى مصر، وكان ده في عهد البابا تيموثاوس الثالث السكندري. وصل مصر مش كبطريرك عظيم، لكن في زي راهب بسيط، كان بيلف على الأديرة، يدخل قرى وبلاد، يثبت الناس في الإيمان المستقيم. مصر احتضنته، الكنيسة القبطية قبلته، ودخل الإمبراطور يهيج اضطهاد شديد على الكنيسة القبطية علشان قبلت ساويرس الهارب منه. وفي أواخر أيامه استقر في مدينة سخا، قعد عند راجل أرخن فاضل اسمه دوريسيوس، وهناك ربنا أجرى على إيده آيات كتيرة. سنين جهاد، سنين تعب، سنين دفاع عن الإيمان. ولما جه يوم 14 أمشير سلم الروح بسلام في مدينة سخا. جسده بعد كده اتنقل إلى دير الزجاج، لكن تعاليمه لسه عايشة ثابتة، لسه بيعلم، وشجاعته لسه بتقول لكل واحد فينا الإيمان ما يتباعش. بركة صلواته تكون معنا كلنا، آمين.